كان في تحول كبير في سوق الانتقالات السنه دي لما نيمار انتقل من برشلونه الى باريس سان جيرمان في صفقه كانت قيمتها 222 مليون يورو، ونتيجه رحيل نيمار سبب مشكله كبيره في خط الهجوم برشلونه، وبكده ارتبط اسم برشلونه بكتير قوي من اللعيبه اللي ممكن تعوض نيمار، منهم البرازيلي فيليب كوتينيو، البلجيكي ايدن هازارد، والارجنتيني باولو ديبالا، والفرنسي عثمان ديمبلي لاعب بروسيا دورتموند. بس يا ترى مين ممكن يكون البديل المثالي لنيمار؟ وعشان كده احنا هنتكلم على كل واحد على حده. فيليب كوتينيو لاعب ليفربول ونجم منتخب البرازيل، كان احد الاسباب المهمه للفريق ليفربول السنه اللي فاتت في تحسين مركز الفريق في البريمير ليج. بس في نقطه صغيره لازم نوضحها، ان فيليب كوتينيو كان شارك مع اسبانيول في الليجا لفتره صغيره لما انتقل من انتر ميلان الى اسبانيول كاعاره في موسم 2011-2012، وبصراحه تجربته ما كانتش سيئه. هو لعب مع اسبانيول في 16 ماتش، نجح في تسجيل 5 اجوان وصنع هدف واحد، وبالتالي هو عنده خبره كويسه في الدوري الاسباني، وده ممكن يعزز كتير موقفه مع اداره برشلونه في التعاقد معاه. بس في نقطه لازم نوضحها عن فيليب كوتينيو مركزه الاصلي خط وسط مهاجم، بس السنه اللي فاتت شارك مع ليفربول في مركز الجناح الايسر في 25 ماتش في البريمير ليج. هو بيتميز بقدراته تسديد من خارج منطقه الجزاء، وانه بيعرف يلعب تمريرات بينيه كويسه، ده غير انه بيمتلك مهارات فرديه جيده في المراوغه، وده غير طبعا انه بيقدم مساهمه دفاعيه كويسه. فكان متوسط التاكلينج بتاعه السنه اللي فاتت 1.1 في المباراه، وده رقم يعتبر جيد جدا بالنسبه للاعب في الخط الهجوم، وده ممكن يكون حل لمشكله كانت بتؤرق برشلونه خاصه مع قله تقديم الام اس ان، المساهمه الدفاعيه المطلوبه في المباريات. لكن ايه المشاكل اللي ممكن تقابل برشلونه مع التعاقد مع فيليب كوتينيو؟ اولا فيليب كوتينيو عنده مشكله في انهاء الهجمه ولما بيواجه المرمى مباشره، لكن مع الوقت من الممكن ان المشكله دي تتحل بسهوله. تاني مشكله بتقابله ضعفه في الالتحامات الهوائيه، نسبه فوزه في الالتحامات الهوائيه السنه اللي فاتت في البريمير ليج كانت 18%، وده رقم ضعيف جدا. بس ممكن نتجاهل المشكله ديت، خاصه ان برشلونه مش الفريق اللي بيعتمد على الكرات العرضيه بشكل اساسي. تاني اسم طرحته التقارير العالميه هو البلجيكي ايدن هازارد نجم تشيلسي، وكان سبب مهم في تتويج البلوز بلقب البريمير ليج في الموسم اللي فات. ايدن هازارد بدأ مسيرته الاحترافيه مع ليل الفرنسي وانتقل الى تشيلسي في موسم 2012-2013، وهو للاسف ما عندوش اي خبره سابقه في الدوري الاسباني. الموسم اللي فات لعب ايدن هازارد في مركز الجناح الشمال او كمركز خط وسط شمال في 24 ماتش مع تشيلسي في البريمير ليج، وهو لاعب متميز في المراوغه 1 لواحد، وبالاضافه الى انه لاعب سريع، وده اسلوب مفيد جدا لاي فريق ممكن يعتمد على الهجمات المرتده. ده غير انه عنده قدره مميزه في التمرير وصناعه اللعب، وبكده ممكن برشلونه يعتمد عليه كركيزه اضافيه في صناعه اللعب للفريق. لكن في بعض العيوب في اسلوب ايدن هازارد، منها قله مساهمته الدفاعيه، ويمكن العيب ده ما ظهرش كتير السنه اللي فاتت لاعتماد كونتي على 4-3 اللي اخفت العيب ده جدا عن ايدن هازارد. ولكن مع اعتماد برشلونه على 4-3-3 وعدم وجود تدعيمات كافيه في خط النص ممكن يظهر العيب ده جدا. وتاني عيب ممكن يعاني منه برشلونه هو ضعف اللاعب في لعب الكرات العرضيه، ولكن باعتبار ان برشلونه ما بيعتمدش على اسلوب الكرات العرضيه فمن الممكن نتغاضى عن نقطه الضعف دي. ثالث اسم هو الارجنتيني باولو ديبالا. اتردد اسم باولو ديبالا كتير بالانتقال الى برشلونه من يوفنتوس في الصيف ده، بس من الغريب ان اسم باولو ديبالا يبقى بديل نيمار، خاصه ان باولو ديبالا ما لعبش جناح شمال في مسيرته تقريبا مع باليرمو ويوفنتوس الا في ماتش واحد، ده كان في موسم 2013-2014 في الكاس ايطاليا لما كان باليرمو بيلعب هيلاس فيرونا، وقتها باليرمو خسر 1-0 على ارضه. ده غير انه باولو ديبالا بيعرف يلعب برجله الشمال كويس جدا، ولكن في مشكله بيقابلها لما بيلعب برجله اليمين. في الموسم اللي فات مع يوفنتوس في الكالتشيو نجح يسجل انه 11 هدف، بس كلهم كانوا برجله الشمال. في موسم 2015-2016 جاب 19 جول مع يوفنتوس في الكالتشيو، بس كان منهم 18 برجله الشمال وهدف وحيد برجله اليمين. طبعا ما لا غبار على امكانيات باولو ديبالا كلاعب له قيمه فنيه عاليه، بس لو توظف في مكان زي ده ممكن يدي انطباع غير حقيقي عن امكانيات اللاعب، وبالتالي هيبقى فيه لغز كبير قدام فالفيردي انه ازاي يوظف لاعب اشول في مركز الجناح الشمال، في حين انه هيبقى مطالب انه يسدد ويصنع كور برجله اليمين اللي هي رجله الاضعف. طبعا لا غبار عن امكانيات باولو ديبالا، ولكن توظيفه في مركز زي ده ممكن يدي انطباع غير حقيقي عن مستوى اللاعب. رابع اسم ارتبط بيه برشلونه هو الفرنسي عثمان ديمبلي، اللاعب الفرنسي الواعد اللي الناس متوقعه له مستقبل كبير في كرة القدم العالمية. عثمان ديمبلي بدأ مسيرته مع رين وانتقل إلى بروسيا دورتموند في صيف 2016، وهو لاعب مميز وهو عنده 20 سنة، وده سن مناسب جدا لأي مدرب ممكن يعيد تشكيل فيه اللاعب. عثمان ديمبلي شارك الموسم اللي فات في معظم المباريات في الجناح اليمين، وهو بيعرف يلعب برجليه الاثنين، ودي نقطة كويسة بالنسبة لبرشلونة انه ممكن يوظفه في الجناح الايسر،
ده غير انه فعلا لعب في مركز الجناح الشمال في 9 مباريات في البوندسليجا و4 في الشامبيونز ليج، ومن خلال المركز ده نجح في تسجيل هدفين وصناعه 9 اهداف. عثمان ديمبلي بيتميز بمهاراته الفرديه العاليه. حسب ارقام موقع سكورد المختص باحصائيات اللاعبين، فهو ترتيبه الرابع بين اكثر اللاعبين مراوغه في الدوريات الاوروبيه الخمسه الكبرى، وده بعد نيمار وميسي وفيليب اندرسون. هو برضو اكتر لاعب مراوغه في البوندسليجا. على حسب الارقام فعثمان ديمبلي نفذ 184 مراوغه، وكان متوسط مراوغاته في الماتش الواحد 3.2 في البوندسليجا. ده غير انه لاعب سريع وممكن يفيد جدا برشلونه في الاعتماد على الهجمات المرتده، ولكن بالنظر لسنه الصغير فهو عنده عده مشاكل، منها ضعف دقه تمريراته. فدقه تمريراته كانت 67% في البوندسليجا، وده رقم يعتبر سيء جدا بالنسبه للاعب في خط الهجوم، لانه ممكن يفقد الكره بسهوله وتتحول لهجمه مرتده على فريق. ده غير انه ضعيف في المساهمه الدفاعيه. طيب هل في حلول تانية قدام برشلونه؟ في الواقع برشلونه معاه لعيبه كتيره ممكن يستفيد منها، وهو لغايه دلوقتي ما حققش منها الاستفاده الكامله. اول واحد جيرارد ديليفو. جيرارد ديليفو قدم مستويات كويسه مع برشلونه في الفتره الاعداديه في الصيف ده، بس ده ممكن ما نعتبروش مقياس. بس بالنظر الى مستوى اللاعب في المواسم اللي فاتت، فالسنه اللي فاتت راح لميلان اعاره في الشتاء، ونجح في انه يقدم مستوى كويس مع الفريق. شارك معاهم في 16 ماتش في الكاتش، ونجح في تسجيل 4 اهداف وصنع 3 تانيين. ده غير ان هو عنده خبره كبيره في اوروبا، انه لعب لايفرتون وميلان، وبالتالي ممكن يفيد الفريق جدا في دوري ابطال اوروبا. ثاني اسم ممكن يعتمد عليه برشلونه هو الاسباني دينيس سواريز. دينيس سواريز قبل ما يتعاقد مع برشلونه مره ثانيه في صيف 2015 2016 كان شارك مع فياريال في 33 ماتش في الليجا، ونجح في تسجيل 4 اهداف وصنع 4 تانيين. وهو لاعب عنده قدره كويسه في صناعه اللعب، فممكن توظيفه في خط النص. ثالث اسم ممكن يعتمد عليه برشلونه في المركز ده هو التركي اردا توران. بالرغم من ان اداء اردا توران كان لغز كبير السنه اللي فاتت، بس هو في الواقع كان قدم اداء كويس في بدايه الموسم. هو السنه اللي فاتت شارك في 14 ماتش اساسي مع برشلونه في الليجا، كان منهم 8 في بدايه الموسم وقت ما كان نيمار بيشارك مع منتخب البرازيل في اولمبياد ريو. في الفتره ديت في ال8 مباريات دول نجح اردا توران في تسجيل هدفين وصناعه 3 اهداف. ومن الممكن جدا ان فالفيردي يغير طريقته من 4-3-3 ل 3-1-4-2 باستخدام باكو الكاثير بجانب لويس سواريز في راس الحربه، وتحتهم هيبقى ميسي وانيستا وسيرجيو بوسكيتس. وفي النهايه لازم اشكركم على مشاهده الفيديو، ولو عجبكم اعملوا لايك وسبسكرايب.